بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتحدث اليوم عن الأحاديث المختلقة والموضوعة والتي تحدثت عن سحر النبي صلى الله عليه وآله. قالت عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وآله حتى كان لا يدري ما يقول بيد ساحر اليهود المعروف لبيد بن أحصم. وجاءت رواية عائشة هذه بطرق مختلفة تنتهي إليها. أما هذا الخبر مذكور في كتاب الصراط المستقيم الجزء الثالث صفحة 243، وشرح الأزهار الجزء الرابع صفحة 382، وأيضا المختصر صفحة 95. وقالت: كان للنبي غلام يهودي يخدمه هو لبيد بن أحصم، فلم تزل به اليهود حتى سحر النبي صلى الله عليه وآله، وكان النبي يذوب ولا يدري ما وجعه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة نائم، إذ أتاه ملكان، فجلس إحداهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه: ما وجعه؟ قال: مطبوب. وأخواني الكرام، كلمة مطبوب تعني مسحور أو مصاب بالسحر. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أحصم. قال: بمن طبه؟ بما طبه؟ قال: بمشط وشاطة. بمشط وشاطة. الشاطة أخواني لغتين معناها الوشاح أو قطعة من القماش أو الملابس. وحف طلعه ذكر. هذه العبارة وحف طلعه ذكر، هذا يعني معناها ظهور شخص ما أو وجوده يعني. بذي أروان، ذي أروان هذا اسم بئر، يقول: وهي تحت راعوفة البئر. الراعوفة العرب تسمى الحجر الذي يوضع أسفل البئر حتى يقف عليه المستقي، يسمى بالراعوفة عند العرب. لذلك أعيد العبارة حتى تكون واضحة. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أحصم. قال: بما طبه؟ قال: بمشط وشاطة وحف طلعه ذكر بذي أروان، وهي تحت راعوفة البئر. فلما أصبح رسول الله غدا ومعه أصحابه إلى البئر، فنزل رجل فاستخرج حف طلعة من تحت الراعونة، يعني استخرج السحر، فإذا فيها مشط رسول الله ومن مشاط رأسه، وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله، وإذا فيه إبر مغروزة، وإذا وتر فيها 11 عقدة. فأتاه جبرائيل بالمعوذتين فقال: يا محمد قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة من شر ما خلق، وحل عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلها، وجعل لا ينزع إبرة إلا يجد لها ألما، يعني يقصد ألم في جسد رسول الله، ثم يجد بعد ذلك راحة. فقيل: يا رسول الله لو قتلت اليهودي؟ فقال: قد عافانا الله وما وراءه من عذاب الله أشد. وقالت عائشة: سحر النبي فيخيل إليه أنه صنع شيء ولم يصنعه. هذا أيضا مذكور في مسند الإمام أحمد الجزء السادس صفحة 50، وسنن البخاري الجزء الرابع صفحة 91، وسنن ابن ماجه الجزء الثاني الحديث رقم 1173، والدر المنثور للسيوطي الجزء السادس صفحة 417، والصراط المستقيم الجزء الثالث صفحة 244، وفتح الباري الجزء العاشر صفحة 192، وتاريخ العروس الجزء الأول صفحة 172. وأيضا في أسباب النزول صفحة 311، والنهاية في غريب الحديث في الجزء الأول صفحة 227. ونكمل إن شاء الله بالجزء 22.